وبعد ما نجحنا في المحتوى العربي ووصلنا للأرقام اللي انتوا شايفينها دي وساعدنا ناس كتير توصل للأرقام دي، قررت أدخل في مجال الأجنبي وأشوف هقدر أوصل للجمهور الأجنبي وأعمل محتوى أجنبي. ففي الفيديو ده هوفر عليك تعب ومجهود كتير، وهشارك معاك تجربتي وإيه اللي أنا عملته بالظبط ووصلت لحد فين. وبعتذر ان طولت عليكم وبقالي فترة ما بنزلش فيديوهات، والسبب ان عندي كذا قناة بنزل عليهم محتوى. بس ان شاء الله الفترة اللي جاية هظبط الدنيا وهنزل فيديوهات على طول. واحب اشكركم برضو على تفاعلكم معايا وعلى وصولي 3000 مشترك في وقت قليل خالص وبتمن فيديوهات بس. فعشان كده قررت اكسب 2 منكم واديلهم كورس مجاني. والشروط بسيطة خالص، انك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتشارك الفيديو ده مع واحد صاحبك وتعمل كومنت وانا هختار في الكومنتات. ولو انت اول مرة تشوفني ومش فاهم كورس ايه، هقولك في الكورس ده يا صديقي هعلمك من المحتوى اللي على قناتي ده، وهو محتوى القطط. هعلمهولك بطريقة بسيطة وبمواقع كلها مجانية. طيب، عرفنا كل حاجة. يلا ندخل في موضوع الفيديو، اللي هو ازاي عملت قناة اجنبية ناجحة وايه المحتوى اللي ممكن تبدأ بيه. اول حاجة يا صديقي اللي لازم تعرفها انك لازم تهيئ القناة بتاعتك، وطول ما القناة بتاعتك قديمة فهي افضل ليك. طيب، لو ما عندكش قناة قديمة هتعمل ايه؟ هقولك بكل بساطة يا صديقي، اعمل قناة جديدة. بس لازم تعرف ان القناة الجديدة دي هتاخد منك وقت ومجهود اكتر من القناة القديمة. ولو عملتها ما تعملهاش على جيميل جديد، لازم تعملها على جيميل قديم. ودي حاجة أساسية ما ينفعش ما تعملهاش. لازم الجيميل اللي هتعمل عليه قناة جديدة يكون جيميل عندك بقاله فترة طويلة. ما تعملش على جيميل جديد، تعمل جيميل جديد وبعد كده تعمل القناة عليه، مش هتلاقي مشاهدات وهتلاقي كل المشاهدات عندك صفر. تمام يا صديقي، عرفت كل حاجة. طيب، وبعد ما تعمل القناة ايه المطلوب منك؟ لازم هتظبط الاعدادات الصحيحة بتاعت القناة او للمحتوى اللي انت عايز تعمله. هتعملها ازاي ديت؟ انا شرحتها قبل كده في فيديو، اول فيديو في القناة كنت بشرح فيه ازاي تعمل قناة باعدادات صحيحة. تمام، برضو هديك نبذة سريعة عن الموضوع. اول حاجة لازم تفعل الثلاث خيارات دول. اول خيار دوت هتلاقيه متفعل اول ما تعمل القناة. تاني خيار ده لازم تفعله برقم تليفون، اللي هو رقم تليفون فودافون، هو ده اللي اشتغل معايا. انا جربت كذا رقم وفودافون ده هو اللي اشتغل معايا. الكلام ده على مصر. كذا دولة تانية ما اعرفش، ما جربتش، انت ممكن تجرب شوف ايه الرقم اللي هيشتغل معاك. تمام. وتالت خيار دوت هتفعله عن طريق ان انت هتبعت له صورة البطاقة بتاعتك، وهو هيتفاعل معاك ومفيش اي مشكلة ولا في ضرر في الموضوع. تمام. تمام. والحاجات اللي انت هتغيرها برضو اللي هي لغة المحتوى بتاعك، هتخلي لغة المحتوى اللي هي الولايات المتحدة، اللي الانجليزية الولايات المتحدة. وبرضو الوصف والعنوان برضو هتغيره وتخليها الولايات المتحدة، علشان انت هتعمل محتوى اجنبي. تمام. الفرق بين العربي والانجليزي مش كتير يعني. وموقع القناة، على فكرة موقع القناة ما بيأثرش، بس انت عايز تعملها الولايات المتحدة ممكن تعملها الولايات المتحدة، لكن لازم تغير الخيار دوت وانت بتقدم قناتك لليوتيوب عشان تتقبل في الربح. ليه؟ لان انت كده بتغير موقع قناتك، انت عايش في مصر وانت مغيرها الولايات المتحدة. حتى لما تيجي تربط قناتك بموقع ادسنس مش هيتقبل معاك، لان انت قناتك معمولة في بلد وانت عامل حسابك على ادسنس في بلد تانية. فلازم تغير الخيار دوت وانت بتقدم قناتك. تمام. تمام. طيب، هنعرف ايه تاني؟ ظبطت اعداداتك، عملت كل حاجة صح، انت كده جاهز للنشر. وطبعا مش هتنشر على طول، لازم تسخن قناتك. تسخن قناتك ازاي؟ تقعد اسبوع تتفرج على الفيديوهات اللي انت مهتم بيها. لو انت عايز تعمل اي محتوى لازم تتفرج على المحتوى ده لمدة اسبوع. تخلي قناتك نشطة لمدة اسبوع، تفضل طول الاسبوع ده بتتفرج ساعتين يوميا او 3 ساعات على المحتوى اللي انت مهتم بيه. طبعا هيكون باللغة الانجليزية علشان اليوتيوب يعرف ان انت مهتم بالمحتوى ده. وبعد كده بعد ما تتفرج لمدة اسبوع، ايه اللي انت مطلوب منك؟ اللي انت مطلوب منك طبعا هتشوف المحتوى اللي انت هتعمله، اللي انا هوريك دلوقتي ايه المحتوى اللي انا عملته. لو انت عايز تعمله اعمله براحتك مفيش اي مشكلة، لكن في كذا محتوى ممكن تبدأ بيه عشان ميبقوش فيه منافسة كبيرة في المحتوى. لما تبدأ في المحتوى طبعا انت ما تروحش تعمل فيديوهات طويلة على طول، لان الفيديوهات الطويلة على طول ما بتتنشرش بسرعة.
الناس ما بتشوفهاش بسرعة. فلازم اليوتيوب يثق فيك. هيثق فيك ازاي؟ هتعمل فيديوهات شورتس قصيرة، فيديوهين في الاسبوع، 3 فيديوهات في الاسبوع، انت ومقدرتك، لان الفيديوهات الشورتس دي بتنتشر بسرعة وبتوصل للجمهور اللي انت عايزه بسرعة. شوف انت هتستهدف الجمهور الهون وهو هيوصل لك الفيديو للجمهور اللي انت مهتم بيه. تمام. فيديوهات الشورتس بتساعدك تسخن القناة كويس قوي، عشان لما تيجي تنزل محتوى طويل الجمهور اللي شاف قناتك على الشورتس هيشوف قناتك على المحتوى الطويل، هتظهر قدامه كده وهو بيقلب كده، هتظهر قدامه في الصفحة الرئيسية على اليوتيوب. يعني من غير ما يبحث ومن غير ما يعمل اي حاجة انت هتظهر قدامه. والفيديوهات الشورتس طبعا احسن حاجة فيها اللي هي بتديك جمهور واسع. ممكن مثلا الفيديو بتاعك يجيب 15,000 20,000 50,000 حسب انت وشطارتك والمحتوى اللي انت هتعمله، هو محتوى ترند ولا محتوى عادي. تمام. تمام. شوف ال 50,000 دول يشوف الفيديو بتاعك الشورتس، لما تيجي تنزل فيديو طويل الفيديو الطويل دوت هيتعرض عليهم وهيظهر قدامهم في الصفحة الرئيسية بتاعة اليوتيوب. وهديك مثال عن كده عشان الحوار ده انا عملته ولقيت فرق كبير في الوصول، او اليوتيوب بيعرض الفيديو بتاعك للناس اللي شافت المحتوى بتاعك. تمام. تمام. دلوقتي انا هعرفك المحتوى اللي انا عملته وايه اللي انا عملته بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده ده المحتوى اللي انا نزلته عندي على القناة. نزلت 4 فيديوهات زي ما انتوا شايفين كده، بس مش هم دول اللي انا نزلتهم بس على القناة، انا منزل كذا فيديو شورتس على القناة. زي ما انا قلت لكم لازم تنزل فيديو شورتس عشان تشغل القناة. طيب انت زي ما انت شايف كده المحتوى اللي تحت ده غير المحتوى اللي فوق. تمام. هقول لك بكل بساطة لان لقيت الجمهور اللي هو الهند والار بي ام بتاع الهند ضعيف خالص، فلقيت نفسي ان انا هتعب على الفاضي. نزلت فيديوهين، الفيديو الاول جاب 267 والفيديو التاني جاب 293. تمام. ولقيت الجمهور الاساسي بتاع المحتوى ده اللي هو الهند، يعني الار بي ام بتاعه ضعيف خالص، فلقيت نفسي ان انا هتعب على الفاضي. فقررت اغير المحتوى، رحت عامل الفيديوهين دول خاص، وبعد كده رحت جاي ايه مغير المحتوى اللي هو خليت المحتوى زي ما انتوا شايفين كده. انا خافي العناوين وخافي اسم القناة علشان انا مش عايز جمهور عربي يخش على القناة دي، عشان الجمهور العربي لو دخل على القناة دي انت كده هتأذيني، وانا مش عايز الجمهور العربي يخش على القناة. فاهم؟ بس انا هعرفك الفيديوهات اللي انا عملتها واوريها لك. الفيديوهات اللي قدامك دي انا ناسخها من قناة اجنبية. تمام. اللي هي دي زي ما انتوا شايفين كده القناة الأجنبية دي، وممكن يكون انت شفت شرح لكذا واحد بيشرح على القناة دي. تمام. القناة الأجنبية دي يعني منزلة 37 فيديو وعندها 215 ألف مشترك في وقت قليل خالص. تمام. وزي ما انتوا شايفين كده عندها المشاهدات عالية خالص. فيديو زي ده كده جايب 1,600,000 وده جايب 1,400,000 وده لسه نازل من 4 أيام جايب 240 ألف مشاهدة. ففي ناس كتير مهتمية بالمجال ده. وطبعا زي ما انت شايف كده عشان تنسخ قناة أجنبية ما تنسخهاش زي ما هي، انت تاخد منه الفكرة وتاخد منه هو بيعمل ايه في الفيديو وتعمله. ما تروحش تعمل نفس الشخصية وتعمل نفس الخلفية وتعمل نفس الصورة المصغرة وتعمل نفس الاسم وتعمل. طب انت كده خلاص انت خدت كوبي بيست، ما عملتش حاجة من عندك وما فيش ابداع من عندك، فمش هتلاقي تفاعل على الفيديو بتاعك. انت خد منه الفكرة. زي ما انتوا شايفين كده الفيديو بتاعه عامل ازاي. انا خدت منه الفكرة اللي هو افاتار، اللي انت تعمل افاتار لنفسك. تعال نشوف انا عملتها ازاي. Your physique isn't stuck because your arms are small. The real reason is your neck is missing from the picture. You hammer your chest, back, shoulders, arms, and legs. But the neck? Nowhere in your program. Yet this one muscle can flip your entire look upside down. You've seen the comparisons. Thin neck versus thick neck, same طيب زي ما انتوا شايفين كده انا خدت منه الافاتار ان هو بيشرح بالافاتار. تمام. وعملت انا شخصية لنفسي، لكن السكريبت واخده منه، الفكرة واخدها منه، الصورة مصغرة لو انا واخد من الفيديو ده. تمام. واخدها من نفس الفيديو ده. تمام.
بس في اختلاف، يعني انا لازم تعمل لنفسك اختلاف، ما تاخدش كوبي بيست، لا تعمل لنفسك اختلاف وتعمل لنفسك هوية بصرية علشان الجمهور لما يشوف الصورة المصغرة يعرف ان دي قناتك. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، اول ما نزلت الفيديو ده جاب لي 28 مشاهدة بس، جاب لي 28 مشاهدة بس. طيب عملت ايه بقى عشان اوصل ل 510 مشاهدة؟ في برضو اوقات يعني وقت مش كتير، انا منزل الفيديو ده يوم 29، والفيديو ده انا بصوره لك يوم 1 في الشهر، اللي هو النهاردة يوم 1 في الشهر. تمام، يعني بقاله النهاردة تالت يوم ليه. تمام، جاب 510، وده حاجة حلوة قوي ان هو وصل للمرحلة دي، لان هي طبعا القناة صغيرة. تمام، وما فيهاش جمهور كتير. ايه اللي وصلني من 28 مشاهدة ل 510؟ اللي وصلني اللي انا عملت فيديو شورتس برضو للمجال ده. تمام، عملت فيديو شورتس، الفيديو ده جاب لي 1700. تمام، ال 1700 مشاهدة دول هو ده اللي رفع لي الفيديو التاني ده، لان لقيت اليوتيوب اساسا بيقترح فيديوهاتي في الصفحة الرئيسية عنده. يعني هو الفيديوهات الاكتر اقتراحات عندي في الفيديو ده اليوتيوب منزلها في الاقتراحات بتاعت الصفحة الرئيسية. يعني محدش بحث او محدش مثلا شاف فيديو والفيديو بتاعه ظهر في الاقتراحات اللي بعد الفيديوهات، بس اكتر اقتراحات او اكتر ناس شافوا الفيديو دي في الصفحة الرئيسية بتاعت اليوتيوب، ودي حاجة كويسة خالص. تمام، في البداية طبعا زي ما انتوا شايفين كده، انت عايز تنسخ القناة او عايز تعمل محتوى زي ده تعمله ازاي؟ مش شرط يبقى نفس المحتوى علشان ما يكونش فيه منافسة كبيرة. زي ما قلت لك، انت شوف القناة اللي انت عايز تنسخها، تمام، تذاكرها كويس، تشوف الناس اللي بتنزل نفس المحتوى ده. وطبعا القناة اللي انت عايز تنسخها دي لازم تكون صغيرة، ما تروحش تنسخ قناة عندها 1,000,000 متابع وعندها 2,000,000 متابع، انت مش هتيجي جنبها حاجة. لازم تكون القناة دي عندها عدد مشتركين قليل، زي مثلا 200,000 300,000، وتكون المشاهدات على الفيديو اعلى من المشتركين يكون اقل من المشاهدات على الفيديو. زي ما انتم شايفين كده، القناة عندها ملايين من المشاهدات وهي اصلا عندها 215 الف مشترك. فعشان كده عرفت ان المحتوى ده عليه اقبال وعلى فكرة في ناس كتير دخلت المجال ده، وفي ناس كتير دخلت المجال ده وعملته باللغة العربية وجابت مشاهدات كتير، وده انا شفته. تمام، ناس لسه داخلة في المجال وجابت مشاهدات كتير من فيديوهين 3 وعملوا وعدوا ال1000 مشترك من فيديوهين 3. لو انت عايز تعمله باللغة العربية، في ناس كتير برضو مهتمية بالمجال ده. طيب هتنسخ المجال ده، هتنسخ اي قناة انت عايزها ازاي؟ هقول لك بكل بساطة. هتخش على القناة زي كده، تمام، هتخش اول حاجة هتشوف هو حاطط ايه. تمام، في وصف القناة، تمام، زي ما انتوا شايفين كده، وحاطط ايه كلمتين بس. هتاخدهم زي ما هم كده وهتروح تحطهم في وصف القناة بتاعتك. تمام، دي اول حاجة. تاني حاجة هتاخد منه بقى ايه؟ الشخصية بتاعته. هو شغال بشخصية زي كده، انت هتعمل نفس الشخصية بس بطريقتك انت، زي ما انا عامل بطريقتي انا، غير دي خالص. تعمل هوية بصرية ليك انت. تمام تمام. في ناس دخلوا المجال دوت وعملوا نفس القصة دي، بس كله عامل نفس الفكرة برضو. يعني انا شايف ناس كتير عاملة نفس الفكرة وعاملة نفس الافاتار ده، وبدل ما حاطين دبل هنا حاطين ايه وسي، وعم مغيرين الارقام بس مغيرين الحروف. تمام، فانت خلي عندك هوية بصرية ليك انت. تمام. طيب هتعمل ايه لو انت مثلا عايز تاخد الفيديو ده، عايز تاخد السكريبت الفيديو ده؟ طبعا هتيجي عليه هنا كده، وهتروح جاي ايه واخد لينك الفيديو، هتاخد لينك الفيديو. تمام، وهتروح على الموقع ده. طبعا الموقع ده هبقى اسيبه لك تحت في الديسكريبشن في وصف الفيديو ده. ولو انت برضو مش عايز الموقع ده، انت لو رحت لشات جي بي تي زي ما انا رحت زي كده وقلت له مثلا بص عشان تبقى في الخطة وعارف كل حاجة، بص انا بعرفك المعلومة كاملة، مش هديك خطة وانت تمشي عليها، لا انا بعرفك المعلومة كاملة اللي انت تعتمد على نفسك. رحت لشات جي بي تي قلت له عاوز موقع احط له لينك فيديو يوتيوب يجيب لي سكريبت. تمام، بص الحياه بسيطه خالص، جاب لي كذا موقع. تمام، انا اخترت اول موقع اللي هو اللي انا رحت له ده. تمام، اللي انا وريته لك اهو، هو ده. تمام، وهتروح جاي رايح حاطط اللينك الفيديو اللي انت عايزه، وهتدوس هنا كده.
من غير تسجيل ومن غير اي قصة. تمام. شوف جاب لي لينك، جاب لي الفيديو زي ما هو كده، وجاب لي السكريبت كامل. زي ما انتوا شايفين كده جاب لي السكريبت كامل كده. هتروح جاي واخده كوبي، مش عارف كده تاخد كوبي ولا لا. تيجي نشوف هنا. كده تمام. هو كده خد كوبي اهوت كل السكريبت اهو. تمام. كل اللي عليك اللي انت هتروح جاي لشات جي بي تي مثلا. طيب انا كتبت له قاعد صيغه السكريبت ده بنفس طول السكريبت، يعني نفس طوله ليصبح جاهز للسرد ويكون خاص بيا. تمام. وبعت له زي ما انتوا شايفين كده، كتب لي تمام خليني قاعد صيغه النص بنفس الطول تقريبا وباسلوب سلس كانه سكريبت فيديو سرد لكن مختلف في الصيغه بحيث يكون حصري مميز يكون لك يعني. تمام. هو عمله لي بالعربي فما فيش مشكلة. انت بتشوف الكلام برضو بالعربي، وبعد كده بعد ما بتشوف الكلام ده اهو كل الكلام زي ما انت شايف كده جاب لي كل حاجة في السكريبت، وجاب لي كل حاجة في الفيديو حتى التمارين اهو. نبدأ التمارين بكل التمارين اهي زي ما انت شايف كده اللي في الفيديو. جاب لي السكريبت وهو قعد صيغة الكلام عشان يبقى ايه سكريبت حصري يكون بتاعك انت. تمام. لو عايز تعمله بانجليزي هتقول له مثلا ترجمه، هتقول له ترجمه بالانجليزي فهو هيترجمه لك بالانجليزي. تمام. انا بديك حاجة سريعة عن الموضوع اللي انت عايز تعمله. تمام. تمام. زي ما انتوا شايفين كده عمل لي السكريبت. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ بص هنفتح دردشة جديدة. تمام. واحنا هنعمل بقى الافاتار من دماغنا احنا. عايز تعمله ازاي؟ هتكتب له كتبت له اريد برومبت لشخصية افتراضية بجسم رياضي بدون ملامح ولابس شورت اسود. تمام. تمام. عمل لي البرومبت اهو. الشخصية بتاعتك هتعملها فين؟ برضو ممكن تعملها على موقع دريمينا عادي، اي موقع بيولد صور. طيب زي ما انتوا شايفين كده جاب لي الشخصية اهو. تمام. انت لو عايز مثلا لابس قناع هتقول له لابس قناع وهو يعملها لك لابس قناع. تعالى نرجع تاني كده وخليه مثلا نقول له كتبت له خليه لابس قناع اسود كامل. تمام. ورجعت تاني. تمام. زي ما انتوا شايفين كده جاب لي الشخصية اهو. تمام. شوف بقى اي شخصية انت عايزها دي هتبقى مناسبة حلوة كويسة. تمام. هتاخدها مثلا هتنزلها عندك وبعد كده هتعمل عليها الشخصية، هتعمل عليها القصة كلها. طيب عشان الفيديو طول مننا فمش عايزين نخش في مواضيع اكتر من كده، لكن لو انت عايزني اشرح لك اكتر ازاي تعمل المحتوى ده فاكتب لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هشرح لك كل حاجة وازاي تعمل الشخصية وازاي تعمل المشاهد كلها. تمام. بس عشان كده الفيديو طول مننا فمش هنخش في مجال كتير لان طبعا صناعة المحتوى دي بتاخد منك وقت ومجهود. كل اللي هقوله لك ما تتعبش وما تزهقش، لان انت لو تعبت وزهقت يبقى المجال صناعة المحتوى ده مش ليك، لان صناعة المحتوى ده عايزة دماغ. اي حاجة بتحصل لك في المجال ده فيديو تعبت فيه ما جابش مشاهدات فانت بتحبط وبتقول انا مش عامل فيديوهات تاني، انا بقعد 5 ساعات بعمل في الفيديو وما بجيبش مشاهدات. فطبيعي المجال ده عايز الصبر. لكن زي ما انا قلت لك كده لو مشيت على الاستراتيجية اللي انا قلت لك عليها، لو عملت زي ما انا قلت لك كده انا ان شاء الله اتوقع لك ان انت هتوصل في حتة تانية. ولو انت عايزني اكمل واعمل لك المحتوى ده انا عملته ازاي والمشاهد بتاعته كلها، لو لقيت ناس كتير طلبت مني في الكومنتات الكلام ده فانا هعمل شرح كامل تعمل المحتوى من اوله لاخره. انا هدفي في الفيديو ده اعرفك ازاي تعمل القناة ولما تحب تعمل اي محتوى ازاي تنسخه بالطريقة الصحيحة. فعشان كده لو انت حابب ان انا اكمل واعرفك المحتوى ده بالظبط بكل تفاصيله اكتب لي تحت في الكومنتات. لقيت فيه اقبال كتير ناس كتير طلبت مني فهعمل لكم فيديو ان شاء الله جديد. ولو انت وصلت لحد هنا صلي على النبي في الكومنتات وانتظروني في فيديو جديد بمعلومة جديدة في قناتكم معلومة ب1,000,000 جنيه. سلام.